أزو الفلاوان، مرحبا بكم في قناة أم وسيم. اليوم جيت نحضر معكم تاع مقفول ولا الطعام المفور مع الخضرة واللي نديروه نزوقوه وناكلوه هكا مع البيض. صراحة هي وصفة قبائلية وتجي بنينة بزاف. هنايا ندي الكسكس الرقيق، انا نستعمل الرقيق، اللي يحب يدير المتوسط يقدر يديرو. نفور الكسكس التفويره الاولى عادي، راني ديجا سبق ليا وبارطاجيت معكم كيفاش نفور الطعام. هنايا ناخد لي ليغوم اللي غادي ندير، نقصهم دي بتيدي. ديت اللوبيا الخضراء قصيتها صغير، ديت زوج زروديات تقصهم صغار، ديت 3 تاع البصلات نقصهم صغار، ديت طوماطيشه وحده نقصها صغيره، وزيت ديت بطاطا هي تاني قصيتها صغيره. يعني ما بديتش بها دروك باش ما تكحاليش. هنايا درت داك الكسكس يتبخر لي التبخيره الاولى. ها هي دي البطاطا راني وريتها لكم دروك. هنايا في الكسكاس راني بخرت فيه الكسكس التبخيره الاولى وحطيته على جانب، نفختو عاود كيما اللي باش نفوروه لا دوزيام فوا. وبديت درت هذيك اللوبيا اللي تحمل الطياب اكثر، زدت فوقها البصله ونزيد فوقها الزروديه اللي راه مقطعين كاع دي بتيدي. وسمحوا لي هنا وريتكم كامل لي ليغوم نديروا لهم الملح قبل ما نديروهم يتفوروا باش يجيونا مالحين ما يجيوش صامتين. ومن بعد ما بداو يتفوروا واحد 10 15 مينوت الوالا فوروا، زدت عليهم هذيك البطاطا والطوماطيش اللي قطعتها دي بتيدي. هنايا في هذاك الطعام اللي راه عندي مفور ديجا التفويره الاولى، رفدت هنايا غير شويه منه، يعني حلحفنا هكا كيما راه باين. وبديت ندير لها الفلفل الاحمر وخلطتهم مليح. انا جو بريفير كاين اللي يديرها في لي ليغوم، وانا يعني هاد الطريقه عبيتها من عمتي اخت الاب ديالي، هي اللي كانت ديرها هكا وصراحه يجيو بنين. غير جربوه ما تندموش على هاد الوصفه. هاكا خلطتها وخليتها على جانب. من بعد ما شت يعني داك الخضرة طابت لي نص طياب، كلشي كان طايب نص طياب. يعني تقدروا تشوها هكا بيديكم. درت فوقها هذاك الطعام اللي فيه داك الفلفل غير 3 مينوت بدات تطلع فيه التفويره. زدت حطيت فوقهم هذاك الكسكس العادي كما قلت لكم اللي راه مفور التفويره الاولى، ورشيته بالماء عادي كيما نديروه باش نديروه مع المرقه. وهنايا اللي كانت عنده غون كونتيتي وعنده الكسكاس صغير، يعني حتى يطيبوا هادوك لي ليغوم بعد يدير الطعام نتاعو. هنايا من بعد كلشي ما تبخر كلشي حطيتهم كلشي في هاد القصعه اللي عندي. هيا ونحاول هنايا نخلط كلشي هذاك الطعام، كلشي نخلطه مع الخضره، نخلطو مليح حتى كلشي يندمجو. انا هنايا ندير فيها الدهان مي، ولكن يعني صراحه الوصفه الحقيقيه زعما القبايل ما يستعملوش كاع الدهان، يديروا غير زيت الزيتون. مي انا جام بيان الذوق نتاع الدهان يعجبني في لو كسكس ولا هكا في كسكس تاع الخضره يعجبني. انا هنايا ندير شويه نتاع الدهان ندهنو هكا مليح، ومن بعد كي نحط فوق الطابله نحط القرعه تاع زيت الزيتون، وندير فوق الطبسي نتاعي نزيد له زيت الزيتون شويه وناكلها هكا. انا كيما راكو تشوفوا نحاول نحل هذاك الطعام ونمزجو او ميم طون مع ديك الخضره كامل. هاد الطبق تقليدي امازيغي انا درتو يعني في يناير، في نهار نتاع يناير. سمحوا لي بالك يمكن راه شويه روطا لا فيديو، مي الله غالب هذا وين لقيت لها الوقيته نتاعها. وهي دي الطاوله كانت مع قدمتها بهذه الطريقه مع سيرفيس القبائلي اللي مختص بالطعام. انا نرفدت. وهنايا كما راكم تشوفوا هو معروف ناكلوه مع البيض، يعني يجي فيه البيض. وهنايا نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. مع السلامة في فيديوهات أخرى إن شاء الله.